المباراة بنفس التوقيت نادي القزاق. وتستكمل مباراة هذه الجولة القاسم وديالة، كهرباء نفط 340 نفط مصر والشرطة، درب الزوراء، درب ودهور والميناء والطلبة. وبالتالي المباراة مستمرة وعبر قنوات جبهة الإعلام العراقي بانتظار بداية هذا اللقاء الذي يتأخر قليلا. نعم، سبب يعني الطلب من الحارس المرمى مروان عيسى من اجل استبدال قميص. هذا مروان حسين هداف فريق نادي نوروز برصيد 16 هدف، ساهم بهدفين، ايضا صار 18 هدف، 2 اسيست و16 هدف. وبالتالي فريق نوروز الذي يسجل لغايه الان نتكلم عن 40 هدف. نوروز سجل 40 هدف واستقبل 41 هدف، كبير. استقبل 37 هدف وسجل 40 هدف. انتظار بداية هذا اللقاء، بينما نادي كربلاء واستقبل كبير جدا، نتكلم عن 58 هدف استقبل نادي كربلاء. هذا وكان اللاعب البوركينابي. انتظار بداية هذا اللقاء، اسمع انطلاقة يعني الساعة 9:30 دقيقة على انطلاقة، ولغاية الآن حارس عماد عيسى لم يعود لغاية الآن من أجل استبدال القميص، لون القميص الأخضر نادي كربلاء مرتدي اللون الأخضر. وبالتالي طبعا أكيد يجب أن تكون الملابس مختلفة سواء حارس المرمى أو الفريق المنافس، وبالتالي يجب أن يغير ملابسه. الحكم الرابع أحمد محمد عسكر الذي ينتظر كريم بن عروف المغربي حارس لاعبي نادي كربلاء، ميكر على مستوى عالي بالخبرة والتجربة، سبق اللعب مع نادي النجف. لغاية الآن عماد عيسى هكذا حدود إدارية يجب أن نتجاوزها أو المواسم القادمة. نعم، نوروز أكيد يعني تحتفل بفريقها. نعم، فريقها في المركز 11 برصيد 46 نقطة، وخلاص ضمن البقاء لموسم آخر. بصراحة نادي نوروز بعد أن تأهل قبل 4 مواسم دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الممتازة، يقدم أداء كبير ومباراة كبيرة، وأيضا يعني أضاف الشيء الكثير والكبير لدورينا على مستوى الجماهير، على مستوى الإدارة، وأيضا على المستوى الفني. الفريق دائما يقدم مباريات جميلة جدا، دائما يقدم متميز سواء مع الكابتن ولي كريم أو أيضا مع الكابتن فييرا الذي استلم الفريق بداية هذا الموسم، وكذلك الآن قحطان يثير. انتظرنا كثيرا من عماد عيسى. يجب أن يثبت استمارة المباراة لون القميص. بصراحة يعني هذا صعب جدا أن نحكم بها. وبالتالي يجب أن نتجاوزها. نتكلم عن استمارة الفريق. والتراب ابيض، يعني لا، ليس الخلل بنادي نوروز، وانما الخلل الذي طبع الاستماره. طبعا الاستماره يجب ان يكون بدقه، وبالتالي يعني عندما شاهد هناك
خطأ على مستوى الملابس بالنسبة لفريق كربلاء، مكتوب الشورت أخضر، الشورت أخضر، وبالتالي يعني هكذا أخطاء يجب أن يتجاوزها، الأخطاء الإدارية يجب أن يتجاوزها في قادم المواعيد. هذا اللقاء نعم خلاص انتهى كل شيء، وبانتظار صافرة حكم اللقاء محمد صادق الذي يساعده حكم مساعده جمال احمد، وحكم الثاني شاكر خالد، وحكم الرابع محمد عسكر، حكم الفار زيد ثامر، ويساعده كرار عباس. بانتظار انطلاق هذا اللقاء احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي. على الدريد ياسر رستم مروان حسين. هذه التشكيلة التي اختارها قعطاء يثير لهذا اللقاء، بينما عباس عطية مدرب نادي كربلاء يبدأ بعبد العزيز عمار، بأحمد الوجيه، محمد وتارة، صلاح حسن، محمد سعد، كريم بن عريف، حسن حمزة، عبد العباسيات، مصطفى راضي، عبد الله حسن، وحسين طال. بداية هذا اللقاء تمريرة أمامية من منتظر الفجاء مروان حسين، الهداف ساهم مروان حسين ب 18 هدف من مجموع 40 هدف، تقريبا نسبة 46%. مروان حسين ساهم، يعني مساهمة مروان حسين بأهداف نادي نوروز أكيد، يعني لاعب خبرة، لاعب هداف كبير، سبق وأن فاز بلقب هداف الدوري العراقي، وأيضا فاز بلقب الدوري العراقي. الكرة الآن مع نادي كربلاء، نادي كربلاء من أجل الانتصار، من أجل الثلاث نقاط ولا غير الثلاث نقاط. نتكلم عن نادي نفط البصرة 29 نقطة، ونادي كربلاء 27 نقطة، 22 نقطة، يعني الفارق 7 نقاط. يعني إذا خسر نادي كربلاء خلاص، إذا خسر نادي كربلاء خلاص يهبط إلى دور الدرجة الممتازة كما يسمى دوري المظاليم. لكن إذا تعادل أو طبعا فاز لا، يبقى لديه بصيص الأمل، لكن اليوم أن يحقق 3 نقاط من أجل الإبقاء على حظوظه. كرة الآن مع نادي نوروز، بداية هذا اللقاء أكيد تغييرات قصيرة لعدم الاستعجال، خاصة نادي نوروز يعني خلاص هو الأهم أنه بقى في دوري نجوم العراق. هنا تمريرة حمزة عدنان من جهة اليسار، يحاول المرور، حمزة عدنان مع الكرة، تمريرة إلى اللاعب علي صالح، وصلت لعلي صالح. محمد دلاوي شاهد نادي نوروز لا يستعجل تماما بلعب الكرات الى الامام. منتظر ستار لحمزه عدنان الى منتظر مجددا، آسر رستم، تمريره لمروان لكن قطعت، عادت لكريم بن عريف، يحافظ على كرته بصوره جميله ويتحصل على خطأ.
خطأ على اللاعب علاء الدريدي. قطان السير مدرب نادي نوروز، مشوار طويل في دورينا مع الصناعة مع النجف مع الشرطة مع الطلبة. تلعب رمية جانبية من صلاح حسن، هنا الرأسية عادت من جديد لمصلحة مصطفى راضي. مصطفى راضي يحاول يمرر الآن حسن حمزة، هناك تمريرة من جهة اليسار، كرة الخطيرة جول، لكن ما زالت كيف لم تدخل الكرة؟ كيف لم تدخل الكرة؟ عاندتك يا عباس عطية. نعم، أي فرصة خطيرة، أي فرصة خطيرة، وعماد عيسى يتعرض إلى الإصابة، لكن فرصة خطيرة وخطيرة جدا. كاد نادي كربلاء أن يسجل الهدف الأول. شاهد مرت وعلى خط المرمى، وحسين طالب حاول لكن ابعدت. شاهد التمريرة، تمريرة جميلة من حسن حمزة، واستلام الكرة بصورة جميلة، والكرة على خط المرمى تماما، على خط المرمى تماما. وتصدي آخر من حسين طالب، تصدي آخر من حسين طالب. نعم، الكرة لم تدخل. هذا أحمد الوجيه اليماني، أحمد الوجيه. نعم، الكرة لم تدخل، نعم لم تدخل بكامل محيطها، وبالتالي هنا شاهد. هيا الكرة اللاعب الحسين طالب، لكن الكرة ذهب. الشاهد عماد عيسى كيف تصدى للكرة. نعم، كرة خطيرة لمصلحة نادي كربلاء. شاهد الكرة لم تدخل، نعم لم تدخل، واصطدمت بالقائم وتهيئة الكرة ومن ثم للخارج. ركنية الآن لمصلحة نادي كربلاء. يعرف تماما لاعبي نادي كربلاء لا سبيل سوى الفوز من أجل الاستمرار في الدوري. هنا الكرة عادة مصطفى راضي، مصطفى تمريرة عبد العباس اياد، محاولة، كرة خطيرة أخرى من حسين طالب. الواضح على الصورة المهاجم الذي لم يسجل أي هدف، نعم في هذا الموسم، كاد أن يسجل الهدف الأول في مرة أولى ومرة ثانية. أيضا يتصدى عماد عيسى. كربلاء شكل خطورة كبيرة في الدقيقتين الماضيتين على مرمى فريق نوروز. رستم يحاول فريق نوروز إلى بانوم الإثيوبي، أحمد محمود ثناء الارتكاز بالنسبة لنادي نوروز. دلاور تمريرات قصيرة، هنا يحاول الدريدي، طويلة صعبة جدا، لكن لحق بالكرة يا الله، من اللمسة الأولى من آسو، كاد أن يسجل الهدف الأول. مباراة مفتوحة، هجمة هنا وهجمة هناك. محمد دلاور لحق بالكرة قبل أن تخرج، وتصويبة آسو، لكن عبد العزيز عمار شاهد. نعم، لم يكن متسلل محمد دلاور. هل الكرة خرجت أم لم تخرج؟ لا، الكرة لم تخرج، وآسو على الطاير من اللمسة الأولى، لكن عبد العزيز عمار أبعدها بعدما لمست المدافع. والآن إلى ركنية الآن انتقلت من كربلاء لنوروز. حمزة عدنان على لعب الركلة الركنية، والمحاولة الآن لمصلحة نوروز، تلعب الركلة الركنية صعبة جدا على مروان حسين هداف الفريق ب16 هدف، وبالتالي الكرة إلى ركلة مرمى. نعم، المتعرف يتكلم العزيز عمار، هناك كلام. لا، لعب ركلة المرمى،
اللعب طويله وعاليه بالراس من بانو، حاول الان لكن اقرب لاعبي نادي كربلاء الى الخلف لعبد العزيز عمار، دفاع متقدم من لاعبي نادي نوروز، طويله الكره بالراس والابعاد، ولا عبد الله حسون لكن ابعاد من حمزه عدنان. صلاح حسن تلعب رمية جانبية، حاول فريق نوروز الآن حاول حسين طالب بقطع الكرة لكن وصلت إلى منتظر ستار. منتظر ستار مع الكرة لأحمد خالد، أكيد شاهد تمريرات قصيرة لمصلحة نادي نوروز، حاولت الاحتفاظ بالكرة، عادت إلى منتظر ستار مجددا. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، لا أعتقد تتكرر هذه النتيجة، يعني عطفا على العشر دقائق الأولى التي مرت شاهدنا فيها هجمة هناك وهجمة هنا، هجمة لكربلاء وهجمة لنوروز. منتظر ستار، حمزة عدنان، حاول أحمد محمود، منتظر تغييرات ما يقارب الدقيقة ولاعبين نادي نوروز محتفظين بالكرة، تغيير اللعب تماما هناك لجهة اليمين لأحمد خالد. محمد دلاور يحاول المرور، عادت تمريرة لمصلحة نادي نوروز. بانوم لأحمد محمود، أحمد محمود إلى بانوم، هل يصوب بانوم؟ وصلت الكرة الخطيرة، محمد دلاور يسدد، وصلت إلى بانوم والمحاولة لكن إبعاد الكرة من أحمد الوجيه من أمام بانوم، من أمام الأثيوبي كاتوج بانوم، وتصل لعبد العزيز عمار. نعم، بطولة أوروبا 2016. الكرة العالية من الرأسية من جديد لمصلحة نادي كربلاء، لأحمد الوجيه لعب الكرة لحسين طالب، والكرة الخطيرة ممتاز ابعاد الكرة في اللحظة المناسبة من امام حسين طالب من قبل المدافع، نعم قبل المدافع علي صالح الذي ابعد الكرة من امام حسين طالب. وركنية الان لمصلحة نادي كربلاء، الركنية الثانية لمصلحة نادي كربلاء كريم بن عريف المتخصص بالكرات الثابتة، لديه 4 اسيست وهدف واحد. كريم بن عريف، مصطفى راضي يلعب العرضية، مصطفى راضي هنا الراسية لكن ابعدت من جديد لحسن حمزة لمصلحة نادي كربلاء، لكن بفارق القوة سرستم يقطع الكرة ويحاول المرور لكن قطعت وعادت لمصلحة نادي كربلاء. نعم عادت مصلحة نادي كربلاء. رمية جانبية، أحمد الوجيه لعب الكرة طويلة وعالية باتجاه حسين طالب، أقرب لها علي صالح بالرأس، علي صالح إلى الخارج إلى رمية جانبية. أكيد غياب وائل بن عثمان عن نادي نوروز في هذا اللقاء هل يكون له تأثير؟ المدافع التونسي أحمد الوجيه على لعب الرمية الجانبية، أحمد يلعبها إلى حسن، أو هذا مصطفى راضي إلى كريم بركنابي الكابتن، أخطأ بالتمرير، عادت لمصلحة نادي نوروز. شاهد نوروز الآن سوف يلعب التمريرات القصيرة، تغيير اللعب من بانوم لحمزة عدنان. حمزة، نعم تمريرات هادئة وقصيرة، لا يريد أن طبعا لا يريد إعطاء الكرة لنادي كربلاء سريعا، يريد أن يحرم لاعبين نادي كربلاء من الكرة من أجل السيطرة على المباراة. أكيد عندما تكون الكرة بحوزة المنافس عليك أن تركض أكثر من أجل قطع الكرة. علي خالد أو أحمد خالد، تمرير الآن إلى آسو يحاول تمرير لكن قطع من كريم بن عريف، عادت وقطعت سريعة من محمد دلاور إلى
ستخلص صورة جميلة ليصوب تصويبة ضعيفة، وبأحضان الحارس عبد العزيز عمار. نعم، تصويبة ضعيفة وبأحضان الحارس عبد العزيز عمار. شاهد آسو كيف يتخلص من كريم العريف بلقطة فنية جميلة جدا. شاهد إعادة والتصويبة الضعيفة بأحضان الحارس عبد العزيز عمار. حاول آسو أن يغالط عبد العزيز عمار من هذه المسافة لكن صعب جدا. رمي جانبي الآن لمصلحة نادي كربلاء. صلاح حسن يلعب رمي جانبي اتجاه حسين طالب، وقطعة الكرة من منتظر ستار خارج إلى رمي جانبية. أكيد حسين طالب من المهاجمين المشاكسين الذين دائما ما يضغطوا على قلوب الدفاع. قطعت من حمزة عدنان، وصلت الآن إلى مصطفى، وهذا حسن تمريرة جميلة إلى مصطفى، كرة الخطيرة يا الله العارضة، جول 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 جول، هدف أول لنادي كربلاء، العميد الكربلائي من أجل البقاء في هذا اللقاء وحصد 3 نقاط. يبدأ بقوة في مرة أولى العارضة، لكن الكرة دخلت بعد تصويبة قوية من عبد الله حسون هداف الفريق ب5 أهداف، والآن يسجل الهدف السادس. شاهد مصطفى راضي، الله على الاسيست، الله على التمريرة، وعبد الله حسون بالقدم اليسرى أيضا تصويبة قوية. نعم، لا وجود للتسلل في هذه الزاوية، وهنا شاهد التمرير، الله 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 الله، لكن الكرة هل دخلت أم لم تدخل؟ في هذه اللقطة؟ نعم، شاهد مصطفى راضي، شاهد تمريرة مصطفى راضي الجميلة الذي وضع عبد الله حسون في مواجهة المرمى الخالي من الحارس عماد عيسى، لكن هل الكرة دخلت؟ لنشاهد هذه الإعادة، وهنا عبد الله حسون، الكرة لم تدخل بكامل محيطها يا عبد الله، والهدف أعتقد بنسبة كبيرة سوف يلغى. نعم، الكرة لم تدخل بكامل محيطها من هذه الزاوية. نعم، أتكلم من هذه الزاوية، إلا إذا كانت هناك يعني كاميرات أخرى وزوايا أخرى في غرفة الفار. نتكلم عن هذه الزاوية التي شاهدناها في الإعادة الأخيرة، لقطة عبد الله حسون، الكرة لم تدخل بكامل محيطها. وبانتظار ماذا سوف يقول الحكم. وقعطان يسير أيضا يترقب، الكل ينتظر حول قرار الحكم بعد الكلام مع حكام الفار. ماذا هناك؟ محمد صادق، هل يلغى الهدف أم ماذا؟ لا، يلغى الهدف، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب نادي نوروز. نعم، عباس عطية كان يمني النفس أن يحتسب الهدف، لكن نعم يا كابتن عباس، الكرة لم تدخل بكامل محيطها، وبصراحة يعني عبد الله حسون أضاع كرة هدف، أضاع كرة التقدم، يعني كان بالإمكان أن يتعامل مع الكرة بأفضل من هذه الصورة. نعم، الكرة واضح تماما على الخط، وبالتالي قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف، وتبقى النتيجة سلبية ما بين نوروز وكربلاء. نوروز الآن يحاول محمد دلاور، تمريرة لمروان، وهذا أحمد محمود، وصلت إلى أحمد خالد، واصطدت الكرة بالسلامة يا أحمد الوجيه، بالسلامة بعدما صدت الكرة برأس أحمد الوجيه اللاعب اليماني. السلامة. نعم، دائما إصابات الرأس مباشرة الحكم يستدعي الإسعافات الأولية، حتى اللاعب الذي يخرج بداعي الإصابة في منطقة الرأس لا يعتبر تبديد. نعم،
لا يحتسب ضمن التبديلات الخمس. هو حمزة عدنان صلاح نادي كربلاء. شاهد كرة اللاعب أحمد خالد واصطدت برأس أحمد الوجيه مباشرة. الحكم المساعد الثاني شاكر خالد يطلب من الحكم الأول محمد صادق بدخول المسعفين الكادر الطبي لنادي كربلاء. السلامة أحمد الوجيه اللاعب اليماني 20 سنة المنتخب اليمني. أيضا هناك لاعب يماني مع نادي نوروز محمد هاشم النجار المهاجم على مصطبة الاحتياط أو قحطان الثير. عبد الله حسون أضاع كرة التقدم، كرة في العارض. اللاعبين نادي كربلاء مرة أولى من أحمد الوجيه في بالقائم والثانية في العارضة. أكيد يعني في بعض الأحيان يعني في بعض المباريات الحظ يدير ظهره للفريق. فريق كربلاء في 20 دقيقة التي مرت شكل خطورة كبيرة على مرمى نادي نوروز. نتكلم قام عارضة وبالتالي يحاول أكيد يعني يلعبون يعني الآن 3 مباريات هي باعتبار مباريات نهائية. يعني بالنسبة لنادي كربلاء لديه مباراة اليوم، لديه مع النفط ومع الحدود. يعني بالإمكان تحقيق 3 انتصارات والبقاء ضمن طبعا في لعب مباراة الملحق. لكن أيضا هناك نفط البصرة الذي يحتاج إلى فوز من 3 مباريات أمام الشرطة وأمام ديالى وأمام أربيل. وبالتالي شاهد عباس عطية وحيدر عبودي والاثنان كانا يلعبا في خط الدفاع مع منتخباتنا الوطنية. ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. عبد العزيز عمار يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه حسين طالب رأسية، يحاول آسو لكن قطعت منها وتارة. حسن حمزة استلام الكرة بصورة جميلة من حسن حمزة وخطأ على أحمد الياباني، على أحمد محمود. نعم الملقب بالياباني بسبب طبعا الوالد عراقي والأم يابانية. والنعم من خوالك يا أحمد محمود. شاهد حسن حمزة والمرور الجميل من أمام أحمد محمود. صلاح حسن يلعب الكرة لعبد الله حسون، صعب التصويبات قوية هنا التمريرة لكن قطعت من علي صالح. عالية إلى الخارج. رمية جانبية صلاح حسن على تنفيذ رمية جانبية. يحاول فريق كربلاء أن يتقدم من الرأسية والإبعاد من منتظر ستار. رمية جانبية أخرى حسين طالب. محمد صح يلعب رمية جانبية لحسين طالب، يحاول حسين لعبد الله. هنا التصويبة لكن عماد عيسى عبد الله حسون يصوب باليمين ويصوب باليسار. نعم شاهد تصويبة عبد الله حسون الهداف مع عبد القادر طارق غائب عن نادي كربلاء. شاهد تصويبة والتصدي من عماد عيسى. ما زال فريق كربلاء هو الأفضل، هو الأخطر، أكثر وصول المرمى، هدد مرمى نوروز في أكثر من مناسبة. كرة ردها القائم وكرة ردتها العارضة، والآن تصدي من عماد عيسى وأيضا حسين طالب بكرة الذي تصدى لها عماد عيسى بوجه. نعم تصدى للكرة بوجه الحارس عماد عيسى. أحمد خالد، أحمد محمود، منتظر ستار، حمزة عدنان تدرج بالكرة من لاعبي نادي نوروز. حاول أحمد محمود، حمزة عدنان نادي نوروز. عودة لاعبي نادي كربلاء للخلف، منتظر ستار والاعتماد على الهجمات المرتدة.
حمزة عدنان إلى الدريدي. الدريدي هادين تماما لاعبين نادي نوروز. أحمد محمود أحمد إلى آسو لا محمد دلاور وحمزة عدنان للكرة العرضية هنا الرأسية وصلت لمحمد دلاور من الجهة الأخرى. دلاور يحضر كرة للخلف والبحث عن تصويب الآن من بانوم، لكن عالية من الأثيوبي كاتوج بانوم الذي حاول بهذه الكرة لكن بعيدة تماما إلى الخارج إلى ركلة. حاول بانوم في مرة أولى وثانية وثالثة لكن إلى الخارج. شاهد رأسية مروان حسين لكن مرت. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي كربلاء. تلعب الكرة عادت مصلحة نادي نوروز. يحاول بانوم الأثيوبي قادم من الدوري الأثيوبي من سان جورج من الأندية المعروفة هناك في أثيوبيا. مررت الكرة حمزة عدنان لحق بالكرة قبل أن تخرج لكن قطعت الكرة من لاعبين نادي كربلاء. كريم بن عريف تمريرة لحسين طالب إلى عبد الله حسود لكن قصيرة وقطعت من اللاعب على الدريدي. وبانوم وأحمد محمود والأدوار المتبادلة في وسط الملعب. هذا هو الدريدي. تمريرة لآسو لكن لم تصل. عادت أيضا قطعت من جديد لمصلحة نادي نوروز. بانوم إلى محمد دلاور هناك من جهة اليمين. دلاور يلعب الكرة لكن قطعة الرأسية محمد صاحب يحاول الآن الاعتماد على الهجوم المرتد. تمريرة وصلت لعبد الله حسون لكن ممتازة منتظر ستار. قاطع الكرة عادت لآسو. تمريرة الآن لآسو لكن بعاد للكرة من جديد إلى بانوم الأثيوبي. بانوم يلعب هناك لجهة اليمين لأحمد خالد. بانوم مجددا لمصلحة نادي نوروز. تمريرة قرأها أحمد الوجيه عادت لمصلحة عبد العزيز عمار. عبد العزيز كرة بعيدة إلى الخارج رمية جري. عبد العزيز عمار هذه المباراة رقم 30 حافظ على نظافة الشباكة ب8 مباريات. تلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. جول هدف أول لأبناء السليمانية. هدف التقدم لأبناء السليمانية. مروان حسين المتخصص بالكرات الرأسية يضعها بزاوية صعبة وسط حيرة عباس عطية ووسط فرحة جماهيرية هناك في ملعب نوروز. مروان حسين بالرأس المتخصص بوضع الكرات في شباك المنافسين. شاهد بالمقاس الكرة لرأس مروان حسين الذي يضعها في زاوية صعبة على عبد العزيز عمار. شاهد مروان كيف وضع الكرة كأن وضع الكرة بيده كأن هذه الكرة على طريقة كرة السلة وكرة اليد. نعم شاهد عيرة عباس عطية يعرف تماما. هناك أيضا عودة للفار لكن عباس عطية يعني لا يريد أن يتأخر بالنتيجة وخاصة يعني في الدقائق 20 أو 22 الأولى كان هو الأفضل. وصل على مرمى نادي نوروز في أكثر من لقطة لكن شاهد هل كان هناك خطأ؟ هل يلغى الهدف؟ هل كان هناك خطأ على مروان حسين في هذه اللقطة؟ نعم هنا اللقطة. هل كان هناك دفع من مروان حسين على طبعا على المدافع؟ شاهد نعم هنا اللقطة. هل كان هناك دفع على المدافع صلاح حسن في هذه اللقطة بانتظار الحكم محمد صادق؟ نعم عيد اللقطة أكثر من مرة. نعم كان هناك احتكاك
نعم الاحتكاك موجود، لكن هل يرتقي إلى خطأ؟ هل الحكم يقدر هذه اللقطة أن هناك خطأ ودفع من مروان حسين على اللاعب صلاح حسن لاعب نادي كربلاء، أم يقول الاحتكاك طبيعي؟ تبقى هكذا لقطات جدلية، وأيضا تكون كثيرة النقاش، وكذلك أيضا يعني يكون فيها الحديث طويل وطويل جدا. لكن يعني كرة اللاعب أحمد خالد بالمقاس لمروان حسين، هل هناك خطأ أم لا؟ نشاهد هذه اللقطة كانت المشتركة أكثر من إعادة، والكل ينتظر ويترقب هل هناك دفع من مروان حسين في هذه اللقطة من هذه الزاوية. أكيد الحكم محمد صادق يريد التأكد طبعا 100%. ماذا هناك وخطأ، ويلغى الهدف، خطأ على مروان حسين ويلغى الهدف، هدف آخر يلغى في هذا اللقاء بعد الهدف الذي احتسب لنادي كربلاء عن طريق اللاعب عبد الله حسون. أيضا الآن يلغى هدف مروان حسين، كون هناك دفع من مروان حسين، يعني حسب طبعا الحالة الأخيرة والتي قدرها حكم اللقاء بأن هناك دفع. حسين طالب بالرأس لكن وصلت لحمزة عدنان. نعم مباراة جميلة في النصف ساعة الأولى، مباراة جميلة ما بين الفريقين، شاهدنا هجمات كثيرة وعديدة للفريقين. كرة الآن محمد دلاور يمرر لياسو، قطعت وصلت إلى مروان، حاول مروان حسين بهذه الكرة لكن ذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. وقحطاني الثير يقول أين الخطأ يا سيد الحكم؟ إنه قفز، لكن خلاص يا كابتن قحطان الحكم قال هناك خطأ في اللقطة المشتركة ما بين مروان حسين وصلاح حسن، وبالتالي يلغي الهدف. تلعب ركلة المرمى عالية وطويلة، وصلت الآن إلى منتظر، بالرأس من منتظر يحاول مصطفى راضي لكن أقرب للدريدي، وعالية الكرة مروان بالرأس. هناك محمد دلاور المنطلق من اليمين، محمد دلاور لعب الكرة العالية والمحاولة، محاولة أخرى من مروان حسين، محاولة أخرى رأسية أخرى من الهداف مروان حسين لكن إلى الخارج. شاهد دلاور يعرفون تماما قوة اللاعب مروان حسين بالكرات الهوائية، بالكرات الرأسية، وبالتالي يلعبون الكرات على مروان حسين. وركلة مرمى أخرى لمصلحة نادي كربلاء. عبد العزيز عمار يلعب الكرة الطويلة، عبد العزيز رأسية والإبعاد من علي صالح، وهناك خطأ لمصلحة نادي نوروز. تلعب الكرة من جهة اليمين، قطعت من أحمد الوجيه. الله على المرور الجميل من حسن حمزة من أمام أحمد محمود، والتمرير على مصطفى راضي، ولكن تغطية دفاعية ممتازة من اللاعب علي صالح الذي أبعد الكرة الخارج. تلعب الكرة وإبعاد آخر من منتظر ستار، وصلت إلى دلاور تمريرة لكن أقرب لها محمد صاحب، قاطع الكرة محمد صاحب، عبد الله حسون، كريم بن عريف إلى محمد صاحب المتقدم إلى الأمام، أو محمد سعد. نعم محمد سعد صاحب مع الكرة، محمد سعد، من يجلب السعد في هذا اللقاء؟ مصطفى لا كريم يهيئ الكرة لحسن لكن تصدي دفاعي. عادت من جديد إلى محمد سعد لمصلحة نادي كربلاء، وهنا تصويبه عبد الله حسون صاحب التسديدات القوية، صاحب التسديدات الصاروخية، لعب الكرة فوق المرمى. شاهد تمريرة جميلة محمد سعد، لكن عبد الله حسون لم يحسن التعامل مع هذه الكرة، يعني كان بالإمكان
كان بالإمكان لعب الكرة باتجاه الزملاء أو تسديدة بصورة أفضل، لكن خلاص هي التسديدة أو التفكير بالتسديد يأتي بلحظة بالثانية، وعبد الله حسون فضل التسديد على التمرير. منتظر ستار بالسلامة للاعب نادي نوروز الذي يعاني من إصابة أو آسر رستم. بعد الكرة الأخيرة ما بينه وبين كريم بن عريف، شاهد الاحتكاك ما بين الثنائي. آسر رستم لاعب منتخبنا الوطني السابق، وأيضا لعب مع الشرطة واحترف هناك في الكويت، ولعب مع أربيل، والآن عاد مع نوروز في فترة ثانية. وهناك طبعا نقاش ما بين آسو وكريم بن عريف وكذلك الحكم، لكن خلاص الأمور ودية، الأمور طبيعية، ونعود نستأنف اللقاء من جديد. 35 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين نوروز وكربلاء ضمن مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من دورينا دوري نجوم العراق. كرة الآن لمصلحة نادي نوروز، لكن كربلاء أفضل وأكثر خطورة، يعني كربلاء لعبوا بواقعية كبيرة. نعم استحواذ والحياز لمصلحة نادي نوروز، لكن الخطورة لكربلاء في العارضة. وأيضا عماد عيسى تصدى لكرتين، إضافة إلى عبد الله حسون لعب الكرة فوق العارضة. نعم كرات عديدة، خطأ الآن لمصلحة نادي نوروز. حمزة عدنان يلعب الكرة العالية، هناك رأسية، الكرة لم تخرج ما زالت، عادت مصلحة نادي كربلاء. مصطفى راضي، مصطفى بعد على الهجوم المرتد، تمريرة لكن قطعت من اللاعب أحمد خالد. الوضع على الصورة إلى الخارج إلى رمي جانبية، لعبت سريعا سيان طالب يحاول المرور، لكن تغطية موجودة من علي صالح. وصلت إلى عماد عيسى، يلعب الكرة الطويلة عماد عيسى، أوتارا إلى الخارج، محمد أوتارا المدافع البوركينابي وكابتن نادي كربلاء في هذا اللقاء. بانو إلى حمزة عدنان، حمزة إلى بانو مجددا. يحاول فريق نوروز أن يعتمد على الهجمة المنظمة، وخاصة على الكرات العرضية، الكرات المعكوسة داخل منطقة الجزاء. نعم هذا ما تكلم عنه، وهنا الكرة مرت وصلت لأحمد محمود إلى حمزة عدنان، يا كرة إلى بانوم إلى محمد دلاور، هل يصوب؟ تصويبة بعيدة تماما من محمد دلاور. وآسر رستم يطالب من الحكم محمد صادق بوجود خطأ وركلة جزاء لمصلحة نادي نوروز في اللقطة الأخيرة. شاهد اللقطة ما بين صلاح حسن وآسر رستم، هل كان هناك دفع من صلاح حسن أم احتكاك عادي؟ كما ذكرت دائما هذه اللقطات هي لقطات تقديرية. لا وجود لأي شيء، وبالتالي المباراة تستأنف. تلعب الكرة العالية، بانم بالراس لآسو، آسو أيضا بالراس لمروان حسين. هناك دلاور انطلق من جهة اليمين، دلاور يبحث عن التقدم والمرور والتصويبة. يا الله على دلاور وتصويبة دلاور الذي استلم باليمنى وسدد باليسرى، لكن مرت الكرة بجانب القائم الأيمن لعبد العزيز عمار. شاهد دلاور كيف تخلص من أحمد الوجيه ومن ثم التصويبة، لكن مرت وعدت وذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شاهد الله على المرور ومن ثم التصويبة، لكن تصويبة إلى الخارج. تلعب ركلة المرمى
بالراس من بانو، وصلت لآسو. آسو يحاول مرور لكن قطعت من محمد سعد إلى عبد الله حسون، إلى حسين طالب. حسين طالب مر، تمرير وصلت إلى مصطفى راضي، يحاول عبد الله إلى حسين طالب، كرة خطيرة لكن عماد عيسى أقرب. عماد عيسى مسك الكرة قبل أن تصل إلى حسين طالب الواضح بالصورة. شاهد عبد الله حسون والتمريرة الجميلة، لكن كان متسلل. نعم كان متسلل حسين طالب، حتى لو لمس الكرة لا كان متسلل. أجواء جميلة في ملعب نوروز. دريدي لبنو، أحمد محمود يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية والإبعاد، عادت إلى محمد دلاور بالقرب من أحمد محمود، يلعب الكرة العالية مع أحمد محمود، هنا الرأسية والإبعاد، يحاول حمزة عدنان لكن قطعت. عادت كريم بن عريف إلى محمد سعد، وصلت من جهة اليمين والبحث عن مرور، مر محمد سعد، مرر الكرة إلى عبد الله، هل يصوب عبد الله؟ لعب الكرة، مرت هجمة سريعة جدا لنادي كربلاء. نعم تدرج جميل جدا من لاعبي نادي كربلاء في هذه الهجمة، بسرعة كبيرة، بسرعة. لا يا المخرج ارجع بينا من اللقطة الأولى من منطقة جزاء فريق كربلاء، كيف كان التدرج بالكرة، لكن في الأخير عبد الله حسون ما بين التصويب والتمرير الكرة ذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى، لكن كرة جميلة، هجمة جميلة جدا. بانو خلنا الخمس دقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول، يحاول أحمد محمود يلعب الكرة العالية والبحث عن رأسية لكن ابعدت. عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز، حمزة يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية والإبعاد من جديد إلى أحمد خالد يحاول المرور، أحمد يلعب الكرة، محمد دلاور لكن اصطدت بوتارا إلى الخارج. يعني واضح تماما لاعبين نادي نوروز أو فريق نوروز يعتمد على الكرات المعكوسة داخل منطقة الجزاء. يعني دائما ما نشاهد تقدم حمزة عدنان وأيضا أحمد خالد، إضافة إلى محمد دلاور الذي يلعب اليوم كلاعب خط وسط من جهة اليمين، دائما يلعبون الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء. أوتارا مع مروان حسين، حمزة عدنان على لعب الركلة الركنية، حمزة يلعبها قصيرة إلى آسو، إلى حمزة يلعبها أرضية لكن قطعت. يحاول فريق كربلاء البحث عن الهجوم المرتد والانطلاقة، هنا التمريرة لكن قطعت التمريرة من حمزة إلى آسو يحاول إلى بانو من جديد إلى الدريدي، محمد دلاور يضغط الآن فريق نوروز ولاعبين نادي كربلاء يضطرون للرجوع للخلف من أجل الدفاع. نعم بسبب الضغط الذي مارسه فريق نوروز. هنا حمزة عدنان يبحث عن تصويبه لكن اصطدت، عادت إلى منتظر ستار إلى مروان لاحق بالكرة وبذكاء كبير تحصل على رمية جانبية من أمام محمد سعد. الوضع على الصورة، لعب الكرة بإقدام محمد سعد للخارج إلى رمية جانبية. منتظر ستار، دريدي يحاول فريق نوروز، أحمد محمود إلى الدريدي مجددا، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة تماما على محمد دلاور إلى الخارج، يعتذر الدريدي. منتظر ستار آخر دقيقتين على 45 دقيقة الأولى. نعم شاهد أخلاق وروح رياضية كبيرة من آسو وكريم بن عريف. تلعب الكرة العالية رأسية، كريم بن عريف يلعبها لمحمد سعد، تمريرة مقطوعة ولكن ممتازة من صلاح حسن، تمريرة لعبد الله حسون،
مرة وعلى مصطفى راضي، وصلت لحمزة عدنان. حمزة عدنان يغير تماما لجهة اليمين لأحمد خالد. أحمد خالد لبانو، بانو مع الكرة، بانو كوتج يلعبها لدلاور. محمد دلاور يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. محمد سعد يحاول في مرة أولى وثانية، وصلت لعبد الله حسون. عبد الله يحاول مرور، قطعت من حمزة عدنان، عادت لمحمد سعد إلى كريم بن عريف. كريم بن عريف إلى حسن. حسن لمحمد سعد، سلام جميل بالصدر من محمد سعد، ويحاول المرور لكن آسا قطع الكرة ومر من أمام كريم بن عريف. أكيد لاعب إمكانيات ممتازة. هنا التمريرة لدلاور وعبد العزيز عمار. عبد العزيز عمار على طريقة لاعب الليبرو، وصلت إلى بانم. بانم هل يصوب؟ بانم يسدد لكن ضعيفة. عادت لأحمد محمود. أحمد محمود يلعبها لجهة اليمين، يسدد لكن صوب بأحضان الحارس عبد العزيز عمار. بأحضان الحارس عبد العزيز عمار. يحاول لاعبين النوروز التسديد من مسافة بعيدة، لكن شاهد تمريرة الجميلة من آسر محمد دلاور، وخروج ممتاز من عبد العزيز عمار. بعد الكرة على طريقة المدافع الليبرو. خلاص 45 دقيقة انتهت أحبتي المشاهدين، وما زال التعادل السلبي في الشوط الأول، لكن الأداء ليس سلبيا، أداء كبير جدا ما بين الفريقين، وشاهدنا كرات عديدة، يعني نتكلم ما يقارب 15 هجمة ما بين كربلاء ونوروز، لكن فرص كربلاء كانت أخطر. أحمد محمود، مر أحمد، عدى أحمد، لعبها لمحمد دلاور. محمد دلاور مع الكرة، هل يصوب دلاور؟ يلعبها لبانم. بانم كاتج إلى أحمد خالد. أحمد خالد هناك من جهة اليمين. أحمد إلى أحمد محمود الآخر، والكرة خرجت أم لا؟ لم تخرج، أو نعم خرجت ركلة مرمى. 4 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول. الدقيقة الأولى انتهت، وندخل بالدقيقة الثانية. هذا هو مصطفى راضي. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي كربلاء. عبد العزيز عمار يأخذ وقته بالكامل قبل لعب الكرة. تلعب الكرة الطويلة من الحارس إلى الحارس، من عبد العزيز عمار إلى عماد عيسى. بانو، تمريرة خاطئة من محمد دلاور. عدد مصلحة نادي كربلاء كريم بن عريف يحاول المرور، لكن قطعت من الدريدي اللاعب التونسي من امام المغربي. وصلت الى آسو رستم لحمزة عدنان. حمزة عدنان يلعب الكرة داخل منطقة، والابعاد من صلاح حسن وعبد الله حسون، ايضا تشتيت الكرة الى الخارج. تلعب حمزة عدنان من جديد على الدريدي إلى محمد دلاور. تصويب الدلاور، الله تسديدة من مسافة بعيدة من محمد دلاور، الواضح على الصورة، لكن عبد العزيز عمار زيزو أبعد الكرة لا ركلة ركنية. نعم، شو تصويب المسافة بعيدة. نعم ما يقارب 30، أكثر من 30 يارد، لكن دلاور صاحب تسديدات قوية، وعبد العزيز عمار ابعاد الى ركله ركنيه. شوهد عبد العزيز عمار والابعاد في اللحظه المناسبه. نعم لقطه جميله جدا، والابعاد الى ركله ركنيه. الحكم محمد صادق يطلب الهدوء من لاعبي الفريقين. ركنية الآن لمصلحة عدنان نوروز. حمزة عدنان على لعب الركلة الركنية، يلعبها
وخروج من عبد العزيز عمار والابعاد، ابعاد الى رميه جانبيه. نعم رميه جانبيه لمصلحه نادي نوروز. الدريدي الدقيقة الرابعة على وشك النهاية، الدقيقة الرابعة المضافة على وشك النهاية. محمد دلاو على لعب الرمية الجانبية على طريقة الركلة الركنية. التعادل السلبي لغاية الآن. هل هناك هدف قبل الذهاب إلى غرف تبديل نعم الملابس إلى غرف الاستراحة؟ محمد دلاو يلعب على طريقة الركلة الركنية الرأسية، والكرة الخطيرة مرت من أمام مروان حسين الذي لمس الكرة، لكن لمسته لم تكن كافية، وإلى الخارج إلى ركلة مرمى. هل كان هناك احتكاك ما بين أوتارا ومروان حسين في هذه اللقطة؟ شاهد بنم الرأسية، ومروان حاول مع أوتارا، لكن مروان حسين ورأسيته إلى الخارج ركلة مرمى. شاهد اللقطة، حاول مرت بجانب القائم الايسر. عباس عطية اكيد يعني طبعا اترقب وخلاص. حكم اللقاء ينهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي للفريقين، لكن شوط اول كان ممتع ومثير، وشاهدنا فيه فرص كثيره وعديده للفريقين، وخاصه الفريق كربلاء الذي طبعا تحصل على فرص خطيره، وايضا الفار الغى هدفين، هدف لكربلاء وهدف لنوروز. الصراحه قصروا. نعود اليكم مجددا احبتي المشاهدين لهذا الوعد. علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على لكن ببراعة مار. برافو علي، خطيرة. جول محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازه، كنت أظن أن لا يجتازه ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل ببراعة، هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف اجتاز اثنين من اللاعبين، مر علي خليل هيئها إلى محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف اسيست رائع من علي خليل لمحمود أحمد، ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز. كرة اللعب بالراس خطيرة يخلصها حسام، ومرة أخرى بعد خطرة جول. أسو لعب كرة، وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود
كرة من كرة عرضية، شوفها 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 شوفها، شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام، كرة عرضية علي صالح الخالي من الرقابة، شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت، السهيها كاتوز لعبها وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك، وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن، 1-1. مرت على يسار حسين فلاح، شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة ال6 ياردات، تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف، يونس، سجاد يحاول التقدم، سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد والمحاولة وهدف الشرطة. جول صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا، صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء، مع الشرطة هذه المرة ديالا، وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالا. هدف للقيثارة الخضراء وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالا 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالا ويضع 3 نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف 26 خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال، يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالا والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالا ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالا. عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس، جول يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. أحمد عبد الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، الله يا منتظر
الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف، كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة. بهذه الأثناء تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. الفريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظ هنا الذي سجل هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام. الصبحي من سجل وليس فوزي، والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. في وسط الملعب تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله، هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول أهداف مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد، هنا راح
راح مع هبوب الرياح. لاحظوا هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور. سعد يتقدم على كرة الجول. الله على سكة الموت، يسير الصخرة ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد الجبار، وسعد ينفذ على طريقة الكبار، وفريق التاريخ يعود بثلاثية الآن على استاد التاريخ، وفي جوار قبر سيد التاريخ في بلاد رافدين، بجوار قبر عمو بابا، وأمام أنظار الأسترالي الجديد جراهام أرنولد بالحاضر القريب. سعد يسجل، وكرة تلعب إلى الأمام. ميسوكي هل هو الرابع يا ميسوكي؟ هل هو الرابع يا ميسوكي؟ الله، أسد الكاميرون يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد، عانى سير الأسد. يأتي ميسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد، في أوفسايد. عانك على حكم الفار، وحكم الفار سيؤكد بأن الهدف شرعي. ميسوكي وصالح، هذه المرة لا مجال لا محال. رباعية تاريخية، عادت الصقور، عادت إلى ثوبها القديم، ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق، أنت تسير برتبة النقيب، وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم. الله، هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور، وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة، ليتقدم من ركلة جزاء القلعة الصفراء بأول الأهداف. هنا في فرانسو حريري يتقدم ويسدد بيساره على يسار حارس المرمى. ناديي نوروز وكربلاء بعد ما تركنا الشوط الأول طبعا بتعادل سلبي، لكن كان الشوط أول مثير جدا، شاهدناه فيه الفرص العديدة والكثيرة، وخاصة نادي كربلاء الذي طبعا أخطر مرمى فريق نوروز بالقائم وفي العارضة، وأيضا عماد عيسى تصدى أكثر من كرة، وأيضا فريق نوروز حاول أن يسجل هدف لكن مرة اصطدم بالحارس ومرة أخرى لم يكن التركيز حاضر. وهنا انطلاق الشوط الثاني من الحكم محمد صادق الذي يدير هذا اللقاء. طبعا تشكيلة نادي نوروز نفس الأسماء التي أنهت الشوط الأول تبدأ في الشوط الثاني. عماد عيسى، محمد دلاور، علي صالح، منتظر ستار، أحمد خالد، حمزة عدنان، أحمد محمود، بنم كتج، علاء الدريدي، سرسم، مروان حسين. بينما تشكيلة نادي كربلاء أيضا نفس الأسماء لا وجود للتغييرات. عبد العزيز عمار في حراسة المرمى، أحمد الوجيه، محمد اوتارا، صلاح حسن، محمد سعد، كريم بن عريف، حسن حمزة، عبد العباس اياد، ومصطفى راضي، وعبد الله حسون، وحسين طالب. الشوط الثاني هل نشاهد فيه اهداف ام يبقى سلبيا؟ ونعرف ان مباراة الذهاب انتهت ايضا بالتعادل السلبي، ولا نريد ان يتكرر هذا التعادل في هذا اللقاء. نوروز يعني خلاص هو في مركز آمن تماما، في المركز 11 رصد 46 نقطة، بينما كربلاء في المركز الأخير يعني بعد فوز نادي الحدود على نفط ميسان
وصل لنقطة 23 وترك المركز الأخير لنادي كربلاء، ونادي كربلاء يعرفون تماما يعني الخسارة خلاص، توديع دوري نجوم العراق والهبوط إلى دور الدرجة الممتازة. هنا الكرة المحاولة وابعاد الكرة في مرة أولى وثانية، أيضا وصلت إلى مصطفى راضي. مصطفى راضي يحاول فريق كربلاء لكن قطعت الكرة، عادت لمصلحة عماد عيسى. صحتان النوروز شايف الهدوء، يحاول الآن بانوم، قطعت الكرة، عادت لمصلحة نادي كربلاء. مصطفى راضي تمريرة أمامية، حسين طالب يضغط على علي صالح، لكن علي صالح من اللمسة الأولى والإبعاد. رمي جانبي أحمد الوجيه. مصطفى راضي يعرف كربلاء يحاول اللحاق بنفط البصرة، وعرف 7 أهداف مع نفط البصرة 29 وكربلاء 22. كربلاء إذا فاز اليوم يصل النقطة 25 ويضع نفط البصرة تحت الضغط. نعم تحت الضغط. نفط البصرة مبارياته أصعب من كربلاء، سوف يلعب مع الشرطة في ملعبه ومع ديالى خارج ملعبه وأيضا مع أربيل في ملعبه. وهنا إبعاد الكرة من محمد سعد إلى الخارج إلى ركلة ركنية، بينما نادي كربلاء لديه مباراة مع النفط في ملعبه ومع الحدود في بغداد، يعني ممكن جدا، لكن الأهم أن يخرج من هذا الملعب ب3 نقاط إذا أراد البقاء. رستم يلعب الكرة، هنا الراسية مرت وعدت من مروان حسين الذي يلعب كرة برأسه. نعم يلعب الكرة برأسه لمرة أخرى، أتكلم عن رابع مرة والكرات الرأسية من مروان حسين التي طبعا لم تجد طريقها للشباك. وجد طريقها للشباك لكن كان هناك خطأ. الكرة العالية رأسية والإبعاد، منتظر ستار حسن حمزة إلى محمد سعد، كريم بن عريف يحاول عالي، عبد الله حسون، حمزة عدان براس إلى بانوم يضغط كريم بن عريف على بانوم، ضغط المغربي على الإثيوبي وخطأ لمصلحة بانوم كاتج. يمتلك بنية بدنية هائلة هذا اللاعب الإثيوبي قادم من نادي سان جورج، هناك من الدوري الإثيوبي. علي صالح لا عماد عيسى، حاول فريق نوروز نعم الهدوء، تمريرة أمامية لحمزة عدنان جميلة جدا. حمزة عدنان يلعب هذا الخلف، يحاول الآن هنا التصويبة من أحمد محمود لكن اصطدت. حاول أحمد محمود الوضع على الصورة لكن اصطدت. لعبة الرمية الجانبية من جديد لمصلحة نادي نوروز. حمزة عدنان إلى الدريدي إلى بانوم الإثيوبي إلى أحمد خالد إلى بانوم مجددا. يحاول فريق نوروز منذ بداية الشوط الثاني أن يسجل هدف التقدم من أجل لخبطة أوراق كربلاء، وكربلاء تلعب بواقعية، تلعب على الهجمات المرتدة. وهذا المحاولة ودلاور يحاول لكن أحمد الوجيه، كريم بن عريف بلمسة جميلة إلى مصطفى راضي لحسين طالب لكن بعيدة تماما على حسين طالب، وصلت للحارس عماد عيسى الذي يلعب المباراة السادسة عشر له كحارس أساسي، حافظ على نظافة شباكه ب5 مباريات لغاية الآن، هو يحافظ على نظافة شباكه. أحمد محمود يلعب هناك لحمزة عدنان يحاول المرور أمام محمد سعد، ممتاز محمد سعد، قاطع الكرة بصورة جميلة. كريم بن عريف لكن بعيدة وطويلة على محمد سعد إلى الخارج. رمي جانبي دريدي
إلى بانوم، حاول بانوم دريدي، أفضلية واضحة تماما لنادي نوروز خلال 6 دقائق الأولى. وهناك خطأ على كريم بن عريف، قريب جدا الحكم كان من اللقطة، نتكلم عن 6 دقائق مرت، وأفضلية واضحة لنادي نوروز. نتكلم عن الشوط الثاني، يعني مسك الكرة والصعود إلى المرمى، الحصول على أخطاء، الحصول على ركلات ركنية. خطأ واضح تماما على كريم بن عريف اللاعب المغربي. حمزة عدنان، هل يسدد الكرة من هذه المسافة؟ نعم، هو يمتلك قدم يسارية قوية جدا. هل يصوب الكرة أم ماذا؟ ما هي الإشارة المتفق عليها يا حمزة عدنان؟ حمزة يلعب الكرة وتصدي جميل من عبد العزيز عمار. كرة قوية من حمزة عدنان. نعم، أتكلم عن قدم يسرى قوية لحمزة عدنان. تلعب الكرة، محاولة لمصلحة نادي نوروز، وعبد العزيز عمار يتألق، نعم يتألق بهذه اللقطة، بهذه التصويبة من حمزة عدنان. شاهد تصويبة قوية، وعبد العزيز عمار وابعاد الكرة، ابعاد الكرة، وايضا متابعة كانت من صلاح حسن الذي ابعدها الى الخارج. شاهد تصدي من عبد العزيز عمار، تصويبة قوية كانت من حمزة عدنان. يتألق عبد العزيز عمار في هذه اللقطة، يلعب ركلة المرمى عبد العزيز عمار، عالية وطويلة باتجاه حسين طالب، من الرأسية من علي صالح، كريم بن عريف. وهناك خطأ لمصلحة نادي كربلاء، خطأ لمصلحة المغربي من أمام أحمد محمود الملقب بالياباني، خطأ لمصلحة نادي كربلاء، خطأ واضح تماما، إعثار من الخلف في هذه اللقطة. نادي كربلاء لعب الخطأ، تلعب الكرة من كريم بن عريف، أوتارو يحاول لكن سهلة لعماد عيسى، سهلة لعماد عيسى، يلعبها بيده، وصلت لحمزة عدنان. حمزة عدنان نوروز يلعب على الهجمة المنظمة، أبد لم يستعجل بأي كرة، لم يلعب الكرات الطويلة إلا إذا كانت مضمونة. علي صالح لمنتظر ستار، آسو منتظر مجددا. يعني شاهد لاعبي نادي كربلاء جميعهم في منطقته من أجل دفاع المنطقة، ومن ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة. بانوم لأحمد خالد، بانوم مجددا إلى دلاور إلى الياباني، بانوم الإثيوبي. وهناك خطأ على بانوم في هذه اللقطة لمصلحة حسن حمزة، قريب من ستايل اللاعب ميثم حمزة، لاعب نادي كربلاء السابق، نفس الستايل، نفس طول القامة القصير. شاهد الخطأ على بانوم، أكيد شاهد الفوارق في الجانب البدني. دريدي، أحمد محمود للدريدي مجددا، يحاول آسو لكن قطعة الكرة محمد سعد، مسات الكرة مع فريق كربلاء، وصلت لحسن وإعطاء الادفانتج والتمريرة والرأسية من منتظر ستار وكريم بن عريف. وهناك خطأ على اللاعب علي صالح، خطأ على علي صالح وليس على منتظر ستار. هل كان هناك بطاقة صفراء؟ هل كانت هناك بطاقة صفراء؟ اللقطة الماضية قطعان كثير، فتى آسيا الذهبي هكذا لقبتها الصحافة الماليزية عام 1996، نعم، في تصفيات أولمبياد أتلانتا 96 مع جيل علي وهيب، عباس عبيد، صادق سعدون، خالد محمد صبار، ذلك الجيل الذي فقد تذكرة التأهل إلى أولمبياد أتلانتا، ونعرف الأحداث في حينها. نعم، هناك بطاقة صفراء على بانوم، على اللاعب الأثيوبي، بطاقة
الصفراء الأولى في اللقاء بعد مرور 56 دقيقة. كريم بن عريف أم حسن حمزة من سوف يصوب أم عبد الله حسون؟ نعم عبد الله حسون صاحب التسديدات القوية، تسديداتها قوية ومركزة، نعم ليست فقط قوة وإنما فيها دقة. هنا عبد الله إلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. عبد الله حسون اليوم ليس بأفضل أحواله، لديه إمكانيات أفضل من التي شاهدناها خلال الدقائق التي مرت من أحداث هذا اللقاء. كرة الآن إلى بانوم، بانوم فقد الكرة، عادت لمصطفى راضي، مصطفى تمريرة خاطئة وقطعت، البحث عن الضغط لكن وصلت إلى دلاور، دلاور تمريرة لأحمد محمود، قطعت من بن عريف والكرة والدربكة، وفي الأخير اصطدت بأوتار إلى الخارج، إلى الخارج، رمية جانبية. نعم محمد صادق يقول له أكثر من خطأ ارتكبت، وأشر له في المناطق التي ارتكب بها الأخطاء وبالتالي تحصل على البطاقة الصفراء. كرة الآن آسو، آسو رستم يحاول المرور، أحمد محمود إلى بانام، بانام إلى آسو، بعيدة تماما، بعيدة تماما إلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول، وإذا كان هناك ضغط من عبد العباس اياد على آسو رستم، بالتالي لعب الكرة بعيدة تماما، بعيدة تماما. عبد العزيز عمار على لعب ركلة المرمى. جماهير نوروز ما زالت تدعم وتشجع. كريم بن عريف، حسن حمزة، مصطفى راضي، مصطفى راضي يحاول المرور لكن قطعت من أحمد خالد إلى الخارج، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. شاهد قحطان كثير بدأ يجهز التبديلات. هنا الكرة مصطفى راضي لكن رأسية منتظر ستار، رأسية منتظر ستار والإبعاد إلى رمية جانبية، لعبت سريعا، يحاول أحمد الوجيه، مر أحمد والكرة خرجت، الكرة خرجت إلى رمية جانبية. أحمد خالد إلى بانوم، أحمد خالد، علي صالح، طويلة من علي صالح، بالرأس من عبد العباس اياد، يحاول الآن عبد الله حسون، هل يصوب عبد الله؟ لكن اصطدت هذه المرة. شاهد ضغط ثلاثي، ضغط ثلاثي على عبد الله حسون، والحكم يعطي مبدأ الفائدة والاستمرارية باللعب. الدريدي، دريدي تمريرة قطعت من حسن، عادت مجددا لبانوم، بانوم للدريدي، يحاول أحمد محمود، علي صالح، محمد دلاور يحاول المرور والتمرير إلى أحمد، أحمد إلى مروان، مروان إلى دلاور، يلعب الكرة العالية، أقرب لها محمد سعد، أقرب لها محمد سعد، محمد سعد، عاد الكرة إلى الخارج إلى رمية جانبية. خلاص 60 دقيقة، ساعة من اللعبة أحبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن، التعادل السلبي لغاية الآن. وهنا الكرة العالية، عادت من جديد مصلحة نادي نوروز، بانوم إلى حمزة عدنان، حمزة عدنان إلى بانوم، الإثيوبي هل يصوب؟ يمرر، والكرة الخطيرة مرت إلى الخارج، ركنية، ركنية على ما يبدو لمسة أحمد الوجيه. وهناك تبديلين دفعة واحدة، لعبت سريعا الركنية، يحاول الآن حمزة عدنان، وهنا المحاولة الرأسية وعبد العزيز والإبعاد، وإبعاد آخر من كريم بن عريف، إبعاد آخر من كريم بن عريف، وصلت إلى بانوم، والمحاولة قطع الكرة، حسين طالب، أحمد الوجيه، وتشتيت الكرة، تشتيت الكرة بالرأس من منتظر ستار لآسو، يلحق بالكراسة قبل أن تخرج، وصلت إلى حمزة عدنان، حمزة لآسو، آسو مرة، هناك
خطأ على كريم بن عريف. هل بطاقة صفراء؟ نعم، بطاقة صفراء على كريم بن عريف بعد هذا التدخل على هاسر السم. هناك تبديلين لنادي نوروز. نعم تبديلين، شاهدنا نيدي فريك ايفون وايضا اللاعب زيار كوفن. طبعا باللهجة السليمانية اشياء. خروج احمد خالد، دخول اللاعب، خروج ايضا اسر رستم، دخول زيار كوفن، ايفوينج مهاجم النيجيري، مدينة الياسو، حمزة عدنان على لعب الكرة، تلعب الكرة هنا الرأسية لكن بعيد الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. الآن مروان حسين هو من يستلم شارة القيادة بعد خروج ياسر رستم. ودخول الآن زيار كوفن بديل لأحمد خالد. أن يعود محمد دلاو كمدافع يمين، وزيار كوفن لقطة شاهد لمست يد محمد سعد أم أوتارا وجد شيء. عادت الكرة الآن لمصلحة نادي نوروز. تلعب الكرة من دريدي إلى أحمد محمود إلى بانوم ودلاور يطلب الكرة، وصلت إلى علي صالح لمحمد دلاور. ايفونج من جديد، علي صالح يحاول الآن الدريدي تمريرة خلف دفاعات كربلاء. حمزة عدنان يلحق بالكرة، يلعب الكرة العرضية، وهنا ايفونج، وهناك تسلل على حمزة عدنان، لكن كرة خطيرة. حاول ايفونج هدوء الوضع على الصورة، وكريم بن عريف هل يعاني من إصابة؟ شاهد تمريرة جميلة من الدريدي إلى حمزة عدنان الذي كان في موقف تسلل، وأيضا شاهد ايفونج البديل الذي سدد الكرة من اللمسة الأولى. نعم حمزة عدنان كان متقدم في هذه اللقطة على آخر ثاني مدافع بالنسبة لنادي كربلاء. هذا هو حمزة عدنان يلعب الكرة العرضية، وعبد العزيز عمار ابعاد، والمتابعة كانت من ايفونج لكن بعيدة تماما إلى الخارج. هناك تسلل على حمزة عدنان، وبالسلامة لكريم بن عريف الذي يعاني من إصابة. خمسة 65 دقيقة أحبتي المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين نوروز وكربلاء في اليوم الأول مباريات الجولة 36 من دورينا. كربلاء أي خسارة خلاص إلى دور المظالم، وبالتالي يريد أن يبقي على حظوظه، أن يبقي على آماله. لكن الأمر صعب جدا أن تلعب مع نوروز في ملعبه، الأمور دائما ما تكون صعبة. ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي كربلاء. عبد العزيز عمار على لعب الكرة، عبد العزيز عمار تلعب من عبد العزيز عالية وطويلة باتجاه حسين طالب. هنا الرأسية والإبعاد من حمزة عدنان. بانو إلى الدريدي، أحمد محمود تمريرة هناك بعيدة تماما على زيار كوفن إلى الخارج، رمية جانب. وسط الملعب مصلحة كربلاء، حسن محمد سعد أقرب لها بانوم مع الكرة إلى ايفونج. أودو
النيجيري 26 سنة لاعب لنادي النفط. محمد دلاور تمريرة لكن أقرب لها عبد العباس سياد، قطع الكرة بالرأس، عادت لمصلحة نادي كربلاء. كريم بن عريف يحاول، كريم بن عريف قطعت الكرة أحمد محمود، وصلت إلى زيار، زيار يحاول المرور، لكن عبد العباس سياد موجود في التغطية، موجود في التغطية عبد العباس سياد. ومحمد سعد لعب الكرة الأمامية أقرب إلى منتظر ستار إلى الخارج، رمية جانبية لعبت سريعا. أفضلية نادي نوروز في الشوط الثاني واضحة تماما، أكثر وصولا للمرمى. نادي كربلاء لم نشاهده يصل إلى المرمى خلال الشوط الثاني، عكس الشوط الأول الذي وصل كثيرا وهدد مرمى عماد عيسى في أكثر من لقطة. في الشوط الثاني فقط شاهدناه عن طريق الكرات الثابتة. كرة الآن أحمد محمود، أحمد إلى بانوم، يحاول الآن الدريدي إلى إيفونج، إيفونج إلى بانوم من جديد، الأثيوبي تمريرات قصيرة يحاول لكن قطعت الكرة. الهجوم المرتد لمصلحة نادي كربلاء صعبة جدا إلى الخارج، إلى الخارج. هل هناك تغيير لكريم بن عريف؟ نعم، لا يستطيع الإكمال، لا يستطيع إكمال اللقاء كريم بن عريف، وبالتالي يتم استبداله، هذا هو حمزة عدنان على الرمية الجانبية. نعم، كريم بن عريف خلاص لا يستطيع إكمال هذا اللقاء. وعباس عطية يعرف تماما المهمة صعبة وصعبة جدا. من البديل لكريم بن عريف، هذا هو أودو. لم نشاهد البديل بالنسبة لفريق كربلاء. أحمد محمود يلعب الكرة على الخارج إلى رمية جانبية. أكيد يعني من أجل الروح الرياضية. على الدريدي اللاعب التونسي قادم نادي الهلال الليبي. صلاح حسن يلعب رمية جانبية راسية، بانو عادت سريعة لمصلحة نادي نوروز، حاول كرة الآن لإيفونج، إيفونج لمحمد دلاور، محمد دلاور إيفونج يحاول علي صالح، لمسات لمصلحة نادي نوروز، سيطرة واستحواذ وحياز على الكرة من أجل فك الشفرة الدفاعية لنادي كربلاء. جميع لاعبين نادي كربلاء إلى الخلف، متراجع إلى الخلف أنه محمد دلاور، محمد دلاور يحاول المرور، يلعب الكرة العالية داخل المنطقة. هنا الرأسية محمد سعد أقرب لزيار، زيار كوفند إلى حمزة عدنان، حمزة عدنان لأحمد محمود، لحمزة عدنان، 1-2 كرات متبادلة، مثلث جميل من لاعبي نادي نوروز. زيار يحاول المرور ومر من الأول والثاني، وصلت لحمزة عدنان، عادت ومرت، لا وجود المتابعة الهجومية من لاعبي نادي نوروز، عادت لمصلحة نادي كربلاء. أحمد الوجيه والتمرير الطويل لحسين طالب، صعب جدا، صعب جدا حسين طالب أن حتى لو استلم الكرة، هناك لاعبان 3 لاعبين من لاعبين نادي نوروز، فالأمور صعب على حسين طالب وحده في المقدمة. 70 دقيقة أحبة المشاهدين مرت، والتعادل السلبي ما بين الفريقين، ما بين نوروز وكربلاء في الجولة 36 التي افتتحت اليوم بلقاء الحدود ونفط ميسان والفوز الحدود الذي وصل المركز 19 والمركز 20 الآن مع نادي كربلاء. يحاول فريق نوروز، حمزة عدنان تلعب الكرة العرضية من الرأسية والإبعاد من اللاعب عبد العباس سياد إلى الخارج إلى ركلة ركنية. مشاهد التبديل، كريم بن عريف عاد أم هناك كان تبديل؟ لم نشاهد تبديل لغاية الآن. ركنية الآن لمصلحة نادي نوروز،
تلعب الركنيه من الرأسية والابعاد. نعم الان التبديل، مصطفى محمد بديل كريم بن عريف. حادث مصعد نادي نوروز صعبة جدا. دفاعات كربلاء قوية في الشوط الثاني، لكن واضحة تماما سيطرة لنادي نوروز. الكرة الآن يحاول قطع الكرة من يوفنج بصورة جميلة، لا وجود للخطأ، وهناك خطأ لمصلحة زيار كوفن. خطأ في وسط الملعب. تبديلين ايضا لنادي كربلاء بعد مصطفى محمد بديل كريم بن عريف. وايضا نشاهد اوس محمد تغيير على المستوى الهجومي من اجل اعطاء نفس هجومي، وايضا اللاعب مشتاق طالب، وخروج مصطفى راضي وحسين طالب. خروج حسين طالب ودخول مشتاق طالب ايضا. نعم، وهنا الكرة العالية رأسية مروان سهل عبد العزيز عمار، ودخول اوس محمد بديلا لمصطفى راضي. تبديلين على المستوى الهجومي بالنسبة للكابتن عباس عطية، المدرب الذي لديه مشوار طويل في كرة القدم العراقية كلاعب وكمدرب، درب أندية الجوية والكرك والكهرباء وصناعة الكهرباء والحدود وكربلاء لفترة ثانية. من الرأسية يحاول مشتاق، قطعة الكرة عادت لمصلحة نادي كربلاء. أحمد الوجيه، أحمد تمريرة حسن حمزة لمصطفى، مصطفى محمد، كرة لا لمشتاق طالب، مشتاق طالب يحاول تمريرة جميلة، لكن هناك راية وتسلل، راية وتسلل لمصلحة نادي نوروز. هذا هو مشتاق طالب لاعب البديل. ثلاث تبديلات للكابتن عباس عطية، مصطفى محمد ومشتاق طالب واوس محمد، بينما تبديلين للكابتن قحطاني يسير، ايفان اودو وزيار كوفن. محمد دلاو الى بانو، احمد محمود، والتمريرات القصيره لمصلحه نادي نوروز، وتدرج بالكره من اليمين لليسار. الدريدي وصلت الى دلاور، محمد دلاور تخلص بصوره جميله، لكن الحكم اعطى الفائده. هنا تمريره في جهه اليسار، حمزه عدنان دائما منطلق من هذه الجهه، يلعب الكره لكن اصطدت باللاعب محمد سعد. نعم، والى الخارج. الكره التي كان فيها في موقف التسلل اللاعب مشتاق طالب. ركنيه الان، احمد محمود على لعب الركله الركنيه، حصل على العديد من الكرات الركنيه في الشوط الثاني فريق نوروز. احمد محمود لعب الركله الركنيه على القائم الاول للابعاد محمد سعد، وابعاد اخر من مشتاق طالب. يحاول ان يضغط عبد الله على دلاور، لكن اقرب دلاور يلعبها لعماد عيسى. عماد عيسى لمحمد دلاور. الشوط الثاني افضليه واضحه تماما نادي نوروز. الكره العاليه والابعاد محمد سعد للخارج، رميه جانبيه. حمزه عدنان، احمد محمود، وهناك خطأ على حسن حمزه، خطأ على حسن حمزه، خطأ لمصلحة نادي نوروز قريب من منطقة الجزاء.
الكرة المشتركة الأخيرة ما بين حسن حمزة وأحمد محمود، خطأ لمصلحة نادي نوروز. هل ينجح نادي نوروز باستغلال الكرات الخاطئة؟ كوفن دزيار على تنفيذ الخطأ. حمزة عدنان، حمزة عدنان يمتلك القدرة وتسديد هذه الكرات. ماذا يتكلم زيار كوفن؟ هل هو متخصص بهكذا كرات؟ واضح تماما هو متخصص، هو الذي سوف يصوب. هل ينجح؟ هل ينجح بالتسجيل؟ واصطدت في جدار البشري. يحاول بانهم لكن اقرب لها مصطفى محمد. مصطفى يحاول المرور، مصطفى مر، مصطفى عدى، مصطفى من امام دلاور. هل يحاول مصطفى اي مشوار من مصطفى او من صلاح حسن؟ هذا صلاح حسن وليس مصطفى. عادت لمصلحة نادي كربلاء. احمد الوجيه، تمريره لا مصطفى، هذا هو مصطفى بالقرب منه صلاح حسن، لكن قطعت من دلاور، قطعت من دلاور الى الخارج، الى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. لعبة سريعة، مشتاق طالب يلعب الكرة، يحاول اوس، لكن راسية من حمزة عدنان كاد يغلط عماد عيسى، لكن من حسن حظ عماد عيسى كان يقظ جدا بهذه الكرة ومسك الكرة. تلعب الكرة من زيار كوفن الى الدريدي، الدريدي الى دلاور، محمد دلاور، تمريرة قطعت من اوتارا، وصلت الى اوس. اوس حاول فريق كربلاء، قطعت سريعا من لاعبين نادي كربلاء. لاعبين نادي كربلاء في الشوط الثاني لا يستطيعون الاحتفاظ بالكرة لثلاث أربع تمريرات تقطع سريعا من لاعبين نادي نوروز او يفقدها لاعبي كربلاء. مرور جميل من زيار كوفند الى حمزة عدنان، حمزة عدنان يلعب الكرة العالية والراسية من عبد العباس اياد. نعم الوضع على الصورة، لعب الخبرة عبد العباس اياد، راسية الابعاد الى الخارج، ركنية اخرى، ركنية اخرى لمصلحة نادي نوروز. يضغط نادي نوروز في الشوط الثاني، يشكل افضلية واضحة تماما في الملعب على حساب كربلاء من اجل تحقيق انتصار، تحقيق انتصار ولا تعزيز نقاطه وايضا التقدم في جدول الترتيب. هنا الراسية بانوم، كرة خطيرة من جديد، علي صالح يحاول لعب الكرة بعيدة تماما الى الخارج، وعلى ما يبدو ركنية، وركنية اصطدت باحمد الوجيه، واحمد الوجيه يقول لم المس الكرة، لم المس الكرة. وركنية أخرى. حطام السير يتكلم مع الكادر التدريبي عبد العزيز عمار وتوجيهات مستمرة. حمزة عدنان على تنفيذ الركلة الركنية، حمزة على تنفيذ الركلة. هل ينجح فريق نوروز بتسجيل هدف عن طريق الركلات الثابتة؟ وهنا عبد الله حسون الهجوم المرتد، عبد الله يحاول المرور والتمريرة، محمد دلاور راسية وصلت لاوس، اوس لعبد الله حسون، يحاول فريق كربلاء ولا وجود الخطأ، لا وجود الخطأ. عودة سريعة لإيفونج، لاعبي نادي كربلاء لا يحسن التعامل مع هذه الكرة المرتدة. إيفونج الأحمد محمود، مصلحة نادي نوروز، تمريرة من أحمد لكن أقرب لعبد العزيز عمار، أقرب لعبد العزيز عمار. 10 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء. هل ينجح أحد الفريقين بتسجيل هدف؟ إذا سجل هدف سوف يكون هدف قاتل، هدف قاتل صعب جدا تعويضه. نوروز نعم أكيد يبحث عن 3 نقاط من أجل تحسين المركز. أيضا تبديلين دفعة واحدة لنادي كربلاء، مهدي فيصل وعبد القادر طارق. عبودي المتواجد الهداف، هداف الفريق ب5 أهداف، بديل لعبد الله حسون. عبد القادر مهدي فيصل بديلا لعبد الله حسون، وعبد القادر طارق بديلا لحسن حمزة. عبودي المتواجد،
قادر طارق هل ينجح بتسجيل هدف قاتل؟ قادر طارق يمتلك 5 أهداف، نعم 5 أهداف متساوية مع عبد الله حسون. محمد دلاوي أكيد الآن اللاعب مشتاق طالب سوف يلعب على جهة اليمين، وعبد القادر طارق سوف يكون رأس حربة. كرة الآن يحاول زيار كوفاند لأحمد محمود، أحمد محمود تمريرة إلى إيفونج يحاول المرور إلى زيار تصويبة لكن ضعيفة تماما إلى الخارج، ضعيفة تماما إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول زيار كوفاند، قدم الإضافة زيار كوفاند على المستوى الهجومي بالنسبة هذه الكرة المشتركة ما بين بانوم والبديل مهدي فيصل. خلاص 5 تبديلات أجراها الكابتن عباس عطية. صادق الآن تقي فلاح، يدخل بديل لحمزة عدنان، مدافع اليسار تقي فلاح، بديل لحمزة عدنان. ثالث تبديل لقحطان كثير مدرب نادي النوروز. تلعب الكرة طويلة مع عبد العزيز عمار، جاء عبودي رأسيه الإبعاد من علي صالح. زيار كوفن إلى تقي فلاح، تقي يلعب لأحمد محمود، يحاول فريق نوروز. محمد دلاو، محمد دلاو دريدي إلى بونوم، مروان حسين إلى بونوم مجددا، وهناك خطأ على مهدي فيصل البديل. خطأ كان على مهدي أم على مصطفى؟ نعم على مهدي فيصل، نعم على مهدي فيصل، مشتركة مع بونوم، بالتالي خطأ لمصلحة نادي نوروز. الشوط الأول كان أفضل بكثير من الشوط الثاني. الشوط الثاني يعني الأفضلية كانت واضحة لمصلحة نادي نوروز. تلعب الكرة من تقي والإبعاد والرأسية، يحاول أوس أن يضغط على دلاور. أوس مرور جميل، يحاول الآن المرور وخطأ على محمد دلاور. بطاقة صفراء مستحقة على محمد دلاور بعد سحب اللاعب أوس محمد، نعم في هذه اللقطة. مرور جميل كان من اللاعب أوس محمد من أمام محمد دلاور، وبطاقة مستحقة على محمد دلاور. شاهد واضح تماما الإعاقة والسحب، وبطاقة صفراء مستحقة، هي البطاقة الصفراء الثانية على لاعبي نادي نوروز بعد بانوم وأيضا محمد دلاور. مشتاق طالب اللاعب البديل اللي دخل في الشوط الثاني. 5 تبديلات لنادي كربلاء، خلاص استنفذها عباس عطية من أجل العودة ب3 نقاط. طبعا حتى النقطة تبقي في المنافسة، لكن بشرط خسارة نفط البصرة من أمام الشرطة، كونه سوف يصل النقطة 23 ونفط البصرة 29، فرق 6 نقاط. لكن الأفضلية المواجهات بالنسبة لنادي كربلاء. كربلاء فاز في مباراة ومباراة انتهت بالتعادل، وبالتالي إذا تساوى الفريقان يعني نتكلم عن نفط البصرة وكربلاء، لا الأفضلية لكربلاء، الأفضلية لكربلاء من أجل طبعا المركز 18. المركز 18 سوف يلعب مباراة البلاي أوت مع الفريق الحاز على المركز الثالث في دور الدرجة الممتازة. خطأ الآن لمصلحة نادي النوروز، 5 دقائق أخيرة وأقل من 5 دقائق على نهاية 90 دقيقة. تقي فلاح يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية من أوتارا، يحاول الآن من جديد رأسية، وصلت إلى مهدي فيصل، يلعب الكرة الطويلة باتجاه أوس، وهنا مرت على دلاور، وصلت إلى أوس يحاول المرور من أمام دلاور بالقرب من عبد القادر طارق. أوس يحاول، ما زال يحتفظ بالكرة، يحاول المرور ولا وجود الخطأ
ما زالت مصلحة لاعب نادي كربلاء. أحمد الوجيه يمرر لعبد القادر طارق ولا وجود للخطأ، لا وجود للخطأ. الحكم قريب جدا من كل الحالات. عادت لمصلحة نادي كربلاء. عبد العباس اياد يحاول عبد العباس اياد المرور والتمرير، وصلت الآن إلى مهدي. مهدي يحاول فريق كربلاء، وهناك تدخل ومحاولة إبعاد الكرة. عادت من جديد لمصلحة نادي كربلاء، يلعب الكرة العالية عالية تماما لمصلحة عماد عيسى. نعم مصلحة عماد عيسى. يحاول نادي كربلاء يعني في بعض اللقطات لكن دون أي خطورة تذكر. نعم يعني يحاول من هنا ومن هناك لكن الخطورة غير موجودة تماما في الشوط الثاني. نعم نادي كربلاء لم يخطر مرمى نادي نوروز خلال الشوط الثاني. أي كرة خطرة، أي كرة أو أي فرصة محققة للتسجيل لم نشاهدها، عكس الشوط الأول. شاهدنا عديد الفرص قائم والعارضة، وأيضا تم إلغاء هدف. عماد عيسى بعد أكثر من كرة. محمد دلاو يلعب الكرة العالية، وهنا الرأسي والإبعاد. عادت من جديد، يحاول وتصويب وتصدي، وهنا الإبعاد. كرة خطيرة كانت، لكن عبد العزيز عمار والإبعاد من جديد. نادي نوروز تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وإبعاد الكرة والتشتيت. تشتيت الكرة. محمد دلاور تمريرة خاطئة، عادت لمصلحة نادي كربلاء. عبد القادر طارق من أمام تقي، لكن أقرب لا تقي. وصلت لعماد عيسى. آخر دقيقتين على نهاية 90 دقيقة، كم سوف يضيف أحمد محمود؟ يحاول أحمد محمود المرور، يمرر إلى بانوم إلى إيفونج. أحمد محمود إلى إيفونج مجددا، يلعب الكرة العالية، وسهل لدى عبد العزيز عمار. سهل لدى عبد العزيز عمار. عبد العزيز عمار يحافظ لغاية الآن على نظافة شباكه. هذه اللقطة الكرة الخطيرة التي أبعدها عبد العزيز عمار من أمام أحمد محمود الذي صوب الكرة وأبعاد الكرة، ومن حسن حظ عدم وجود متابعة هجومية، والإبعاد كان من عبد العباس اياد. وهنا خطأ لمصلحة نادي نوروز، خطأ لمصلحة نادي نوروز. هذا قعطان يسير، خلاص دخلنا الدقيقة الأخيرة، دقيقة 90. كم سوف يضيف حكم اللقاء؟ محمد صادق، زيار كوفان، زيار دريدي، منتظر ستار. يحاول الآن دلاور، كرة العالية وصلت إلى بونو. جول. أبناء السليمانية لا يريدون الخروج متعادلين أمام هذه الجماهير، وإنما تحقيق الفوز وتحقيق الانتصار من أمام العميد الكربلائي الأثيوبي. في الدقيقة 90 في الدقيقة القاتلة يسجل هدف الفوز لنادي نوروز. استلام الكرة بصورة جميلة ووضعها بصعبة، نعم وضعها بصعوبة في مرمى عبد العزيز عمار الذي حاول أن يخرج من أجل إبعاد الكرة، لكن بونوم الأثيوبي يضعها في الشباك، يضعها في مرمى العميد، يضعها في مرمى كربلاء من أجل تحقيق الانتصار. فرحة كبيرة لمروان حسين وقعطان الثير يصفق على أداء الفريق، وخاصة في الشوط الثاني. وعباس عطية خلاص إلى دور الدرجة الممتازة إذا لم ينجح أن يعدل النتيجة. نعم كربلاء في طريقها إلى دور الدرجة الممتازة
إلا إذا كان هناك كلام آخر. صعب جدا التعويض. دخلنا الآن الدقيقة الثانية من الوقت المضاف، من الوقت المضاف. لا داعي لا داعي لا داعي لا داعي لهكذا حركات خارج الروح الرياضية وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على أحمد محمود. خلاص يا أحمد محمود، الكرة لمصلحة نادي كربلاء، خلاص لكربلاء. خطأ الآن، خطأ الآن لمصلحة نادي كربلاء. كربلاء هل ينجح، هل ينجح بالتسجيل، بتسجيل هدف التعادل أم الأمور صعبة، صعبة جدا. نعم كربلاء في الشوط الثاني ليس بأفضل أحواله. الكرة الآن قطعت، عادت لمصلحة نادي نوروز. أحمد محمود، أحمد محمود وهناك خطأ، خطأ خطأ وتبديل. حسين منذور تبديل حسين منذور. هل بديل لأحمد محمود؟ نعم بديل لأحمد محمود، بديلا لأحمد محمود. حسين منذور في الدقيقة الثالثة. نادي كربلاء وعباس عطية، عباس عطية في دقائق صعبة. الكرة الآن يحاول كرة الخارج، ركلة مرمى. الكرة الآن عالية وطويلة، هنا الرأسية. يحاول الآن إيفونج، إيفونج مر إيفونج، عدى إيفونج، ممتاز أودو النيجيري. كرة العالية باتجاه كوفانت. من جديد هنا الرأسية، ولا وجود للخطأ. قطعت الكرة، الحكم قريب، تلعب الكرة كوفانت. حسين منذور، كرة على اتجاه مروان حسين، بالرأس من مروان حسين لإيفونج. إيفونج تمريرة إلى محمد دلاور، دلاور من جديد. كرة العالية سهلة للحارس عبد العزيز عمار. عبد العباس ايان يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه عبد القادر طارق. هنا الرأسية والإبعاد، مصطفى محمد، مصطفى. كربلاء لغاية الآن متمسك بآماله في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء. وأوتارا هنا الرأسية، يحاول أوتارا والإبعاد من دلاور. وأيضا هنا تشتيت الكرة، تشتيت الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي كربلاء. أحمد الوجيه، أحمد الوجيه، وهنا التمريرة الطويلة قطعت من تقي، تقي فلاح. بانوم الحسين منذور لمروان حسين، مروان حسين يحاول إلى بانوم، بانوم إلى زيار، زيار يحاول المرور، زيار مر من الأول والثاني. هل يبحث عن تصويبه؟ يا الله على المهارة الكبيرة لزيار كوفند الذي مر من الأول والثاني وصوب. ودخلنا الدقيقة السادسة من الوقت المضاف، وكربلاء في طريقها إلى دور المظالم، إلى دور الدرجة الممتازة. كربلاء هذا الفريق الكبير، الفريق العريق الذي يمتلك قاعدة جماهيرية، يعود من جديد إلى دور الدرجة الممتازة بعدما تأهل في الموسم
قبل الماضي، ها هو يعود مجددا إلى دور الدرجة الممتازة برفقة الحدود، وكربلاء تخسر اللقاء ونوروز يفوز. ونعم خلاص نوروز فاز ليصل إلى النقطة 49 في المركز العاشر، وكربلاء وخيبة أمل كبيرة لجماهير كربلاء التي كانت تمني النفس أن يبقى هذا النادي لموسم آخر في دوري نجوم العراق، لكن هذه الرياضة فوز وخسارة. خيبة أمل كبيرة على لاعبي نادي كربلاء وفرحة لنادي نوروز. نعم الحزن واضح تماما على لاعبي نادي كربلاء، لكن خلاص كربلاء عادت مجددا إلى دور الدرجة الممتازة والبحث من جديد من أجل التأهل إلى الدوري المحترفين دوري نجوم العراق. وفي الختام نبارك لنوروز وهارد لك من القلب لكربلاء وجماهير كربلاء، وتقبلوا تحياتي معلق اللقاء عن عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.